أهلا بكم في برنامج الكرة مع صلاح. فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي وإلغاء هدف التعادل للإسماعيلي. فاز النادي الأهلي على النادي الإسماعيلي 1-0 في المباراة المؤجلة من الدور 18 للدوري الممتاز. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 بقدم بيرسي تاو في الشوط الثاني من المباراة، وألغي هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 55 بسبب الاحتساب لمسة يد على مهاجم الإسماعيلي. وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي المركز الأول في الدوري المصري الممتاز بمجموع 72 نقطة. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.